ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق فأنت خير الفاتحين. أحبابي وأعزائي، يا ريت قبل ما نبدأ الحلقة كده نستفتحها بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وآله أجمعين. النهاردة الوصفة بتاعتنا سهلة أوي. الوصفة بتاعتنا ملوخية مع فراخ. هنعملها بشوربة الفراخ، نظبط الشوربة عشان نحط الفراخ. بصلاية كده اربع، مع جزراية، مع كام وحداية حبهان كده. دي الفراخ بتاعتنا مغسولة كويس، وجهزنا الشوربة بجزرة مقطعة وطماطماية متقطعة على 4 وبصلاية متقطعة على 4 وثلاث 4 ورقات لورا، ومعاهم 3 4 حبات حبهان. المية كده سخنة كويس. نبتدي نحط الفراخ بتاعتنا. دي الفرخة اللي هتتسلق اللي هنعمل بالشوربة بتاعتها الملوخية. كان عندنا 5 وراك فراخ، حبينا نشويهم يتقدموا مع الملوخية. فهنشوف دلوقتي هنتبل الوراك الفراخ ازاي، وهنشويها بطريقة بسيطة وسلسة جدا وعلى طول في الفرن. نبتدي كده بالصوص بالتتبيلة بتاعت الفراخ. حبتين 3 حبهان، بعد الحبهان هنحط بس معلقة كده بهار فراخ، طبعا فلفل اسود معلقة كده، هنجيب معلقة مستردة كمان، كده كفاية قوي، ومعلقة باربيكيو، حوالي كمان ربع كوباية زيت، كده تمام قوي. يا سلام بقى لو في اختياري كده للي بيحب الحراق، ممكن قوي قرن فلفل حراق. دي بتتضرب كويس قوي. يا سلام كمان لو ضفنا فصين توم
احلى واحلى لو ضفنا روزماري فريش. كل ده بيتضرب مع بعضه. بننزل بيه على طبعا بندعك الوراك كويس قوي بالتتبيله دي. طبعا احنا لسه ما حطيناش الملح، فهنحط معلقه كبيره ملح على التتبيله دي. ممكن او نزود تاني في شويه فلفل اسود. طبعا الورق لازم تتشرب قوي بالتتبيله دي. لما ضمننا انها شربت كويس قوي بالتتبيله دي، نسيبها بس لمده يعني نص ساعه. ممكن لو قعدت ازيد من كده شويه، ساعه ساعتين، مفيش مشاكل. لكن نص ساعه هتجيب معانا اللي احنا عايزينه تمام التمام. ضمننا انها اتغطت كويس بالتتبيله بتاعتنا. نبتدي نركنها في جنب. واحنا دلوقتي هنجهز نفسينا بقى للمرحله اللي جايه، مرحله شوي الفراخ. وهنشويها بطريقه بسيطه جدا. كل ما هنالك ده الصاج بتاع الفرن. هنحط كام مكعب جزر كده، كام مكعب طماطم، برضو بطاطستين كده كويسين، ويا سلام لو قرنين فلفل كده حلوين. ودلوقتي هنجيب الفراخ. دلوقتي هنبتدي نشيل الفراخ اللي كانت في الصوص المتبله فيه، عشان ناخد بقيه الصوص نحطه على الصينيه، على الخضار اللي في الصينيه دي. بالشكل ده. ده الصوص الزياده خلاص بعد ما تبلنا الفراخ وقعدت في الصوص بتاعها اكتر من نص ساعه. كده تمام. نبتدي نوزع بس الخضار كده يتقلب يتشرب مع الصوص ده. البخار بتاع الصوص ده هيبقى طالع على الفراخ وهي في الفرن، فهيزود نكهتها ويخليها يعني ذكيه جدا في الطعم بتاعها، وهيطريها اثناء التسويه. نحط نص كوبايه ميه كده. تمام. احنا كده زي الفل.
هنبتدي نحط شبكة الفرن نفسها. فوق الصاج بتاعنا نحط الفراخ بالشكل ده. بعد كده الفرن بتاعنا كان سخن جدا وجاهز لانه يستقبل الفراخ. درجة الحرارة بتاعته ما تقلش عن 230 درجة. ونقفل عليها. الفراخ تاخد في التسوية من ساعة لساعة وربع بالكتير قوي، لو كانت الفراخ كبيرة تبقى ساعة ونص. ودلوقتي الفراخ على طول اكيد استوت اللي كنا بنسلقها. هنتشك التسويه بطريقه بسيطه خالص. لا استوت تمام. عشان برضو ستات البيوت يعرفوا، لو انا اتشكيت الشوكه وطلعتها وطلعت سايبه على طول ومفيش بعديها رغاوي بتطلع او حاجه، يبقى الفراخ مستويه وتمام تمام تمام. نبتدي بقى ايه؟ ننشل الفراخ دي، نطلعها من الشوربه الجميله اللي احنا هنعمل فيها الملوخيه. نركنها في جنب دلوقتي. هنشيل الشوربه بتاعت الملوخيه ونركنها في جنب برضو دلوقتي. هنبتدي دلوقتي نعمل الرز. نجيب الحله بتاعت الرز ونحطها على النار. طبعا هسيب لكم الماده الدهنيه، كل واحد بيختار اللي هو عايزه اذا كان زيت او خلافه. حط شويه زيت صغيرين كده، معلقه كبيره زيت. كفايه قوي كده. نبتدي نحط سمنه بلدي. طبعا احنا هنعمل كيلو رز مع شعريه، وبالتالي الماده الدهنيه بتاعتنا كبيره شويه. حوالي معلقتين سمنه بلدي وكانت معلقه زيت. نحط حوالي نص كوبايه شعريه. تمام. ونحمر الشعريه. طبعا الرز مع الملوخيه هيبقى رز بالشعريه، معمول ببساطه شديده جدا، مش محطوط فيه غير الملح بتاعه وورقتين لورا. بعد ما عدى على بال ما الشعريه تستوي كده، بعد ما عدى نص ساعه على الفراخ الاولانيه، نبتدي نهدي درجه الحراره، نخليها على 180 درجه. الشعريه
اخدت اللون الذهبي بتاعها المظبوط اهوت. تمام. نبتدي نحط الرز بتاعنا. طبعا اهم حاجه الرز يسخن قبل ما نحط الميه. بنقلبه تقليبتين حلوين كده مع الشعريه. هنحط عليه ورقتين لورا اهوت. كل ده لازم يسخن كويس. لما نحس انه سخن كويس نبتدي نحط الميه. دلوقتي باقي بس نحط عليه نملح. الكميه دي هتاخد معلقه ملح كبيره. طبعا لو الشوربه ما كناش هنستخدمها في الملوخيه كنا سقينا بيها الرز، وطبعا بيطلع احسن برضه. سيبه بس يسخن شويه. شايفين الطشه دي معناها ان الرز سخن كويس. طبعا الرز يبقى فوقيه الميه بمقدار يعني عقله صوبع صغيره كده اهو. تمام او كده. تغلي غلوه تمام اهيت، تغلي تمام. نغطي عليه ونسيبه يعني 3 4 دقايق كده، وبعدين نوطي عليه اوطى نار ممكنه ونسيبه لمده تلت ساعه. ودلوقتي بقى هنجهز للملوخيه. الملوخيه طبعا بالسمن البلدي ملهاش حل. برضو اللي بيحب يستخدم زيت مفيش اي مشاكل، واللي بيحب يستخدم سمنه نباتي مفيش اي مشاكل. هنحط معلقتين كبار كده سمنه بلدي. دي الشوربه بتاعت الملوخيه، ودي الطشه بتاعتنا. حوالي 6 7 فصوص توم. دي الملوخيه بتاعتنا. نبتدي نحطها على الشوربه.
طبعا الملوخيه مستحيل تغلي، لانها لو غليت تبقى فصلت. اول بس ما بتفرق كده شويه صغيرين، بتفرق بس كده، بتبتدي تقول ان انا هبتدي في الغليان، بنبتدي نشيلها من على النار. والتومه قربت تستوي اهيت. هنحط عليها معلقه كبيره كزبره، نص معلقه فلفل اسود، وطبعا نملح جزء هنا وجزء في الملوخيه اذا كان، او نحط الاتنين، الملح كله مره واحده فيه. الملوخيه ابتدت طبعا الطشه بقى، يا ريت حد يفهم. كده تمام قوي على الملوخيه. حضراتكم زي ما انتم شايفين الملوخيه اهيت بالعرق بتاعها تمام زي الفل، بسم الله ما شاء الله، واللون الاخضر الجميل. وكده نبقى عملنا الملوخيه. بص على الفراخ بس كده زي الفل اهيت. وجات المرحله الاخيره، مرحله التقديم. حله الرز بتاعتنا، تمام زي الفل. ومعانا الملوخيه في طبق التقديم. جاهزه، هنطلعها من الفرن. وكده ملوخيه بالرز بالشعريه، ومعاها الفراخ بتاعتنا مشويه. بألف هنا وشفا، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة. أتمنى لكم تجربوها، ولما تعجبكم اعملوا لنا لايك وشير، ويا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات ايه الطبخات اللي انتوا عايزين تعرفوها بعد كده. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.